بيان للرأي العام. تستمر دولة الاحتلال التركي بهجماتها على مناطق الإدارة الذاتية، مستهدفة هذه المرة المنشآت المدنية والبنى التحتية بالإضافة إلى المدنيين والعسكريين معا، بهدف القضاء على الحياة وكسر إرادة شعوب شمال وشرق سوريا الذين كانوا خلف قواتنا في انتصاراتهم على تنظيم داعش الإرهابي، وهم اليوم خلف قوات سوريا الديمقراطية. وهذا ما يجعل أردوغان ومرتزقته باستهداف مقاومة هذه الشعوب. ولذلك وبناء على حقنا في الدفاع المشروع ومن أجل حماية مكتسبات هذه الثورة وكرد جميل لتضحيات شهدائنا باسم لجنة الحماية الجوهرية في حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في الطبقة، نعلن استعدادنا لمساندة قوات سوريا الديمقراطية في جبهات القتال ضد الاحتلال التركي ومرتزقته في خنادق القتال الأولى حتى نصد هجمات هذا المحتل على مناطق. كما ندعو كل الشباب الأحرار في شمال وشرق سوريا الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن مناطق الإدارة الذاتية، فهي مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة، ومسؤوليتنا الدفاع عنها وحمايتها. الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. عاشت قوات سوريا الديمقراطية، عاشت أخوة الشعوب. تسقط دولة الاحتلال التركي، يسقطون العملاء والخونة. على درب شهدائنا سننتقم. الطبقة 30/11/2022.